انا في سؤالين محيريني. تمام. اول سؤال: بما ان المغرب ما عندهاش ملاعب وملاعبها مش جاهزة والكلام ده كله، المنتخبات الافريقية لماذا تصر ان تلعب في المغرب؟ بص يا حبيبي، أنا حاعمل معاك مجهود وحتكلم معاك بالمصرية عشان تقدر تفهمني. لأن لو تكلمت بالدارجة المغربية حتجلس سباق في عينيك ومش حتفهم حاجة خالص. الجواب على سؤالك: ليه المنتخبات الأفريقية بتختار المغرب تيجي تلعب فيها مبارياتها، مع العلم أن المغرب ما عندوش ملاعب في الوقت الحالي. لأن كل ملاعب المغرب الرسمية بيتم إصلاحها عشان بيستعدوا بيها يستقبلوا تظاهرات أفريقية وعالمية. وده ما يمنعش إننا نستقبل منتخبات أفريقية تلعب مبارياتها في بلادنا. ليه؟ عشان إحنا عندنا ملاعب كتير احتياطية في كل المدن المغربية وبجودة عالمية. وعشان لما بيقولنا منتخبات أفريقية يلعبوا في بلدنا فهم بيجوا عشان حاجتين: أولا لأننا بلد مضياف وبلد جود وكرم وده بشهادة العالم كله. ثانيا ليه ما بيختاروش يروحوا للجزائر أو تونس أو بلد آخر؟ لأنه مثلا لو راحوا للجزائر فالجزائر فيها ملاعب ما بتتوفرش على مية وعلى ضوء وما فيهاش أمان للأفارقة، عشان كده ما بيروحوش للجزائر. عشان كده يا حبيبي ما تسمعش الكلام الجزائريين اللي بيقولوه على المغرب، لأنه الجزائريين أصلا بيتعاملوا معاملة سيئة مع الأفارقة. ولو أنت عايز تكتشف بنفسك إن شاء الله لما يوصل وقت كأس أفريقيا حتيجي للمغرب وتشوف بعينك إن المغرب بلد سيد أفريقيا وبشهادة الجميع. بتمنى إنك تكون فهمت وكون أنا وصلت لك الجواب اللي أنت عايزه. ومع السلامة.